البرنامج المثالي للتفوق الخيالي من 8 ل10 رياضيات، بعدين فطور، بعدين استراحة ما بعد الفطور، بعدين كاسة عصير، استلقاء، الساعة 2 ل3 نرجع للعلوم. يا ترى في هيك شي؟ هاي البرامج الموضوعة جاهزة، مع احترامي لواضعها ضررها أكبر من نفعها. ليش؟ لأنه الإنسان بيتفاوت بإمكانياته، بيتفاوت بظروفه، بيتفاوت بميوله، فكيف برنامج واحد يطبق على آلاف الطلاب؟ لذلك وجهة نظري أنه قد توضع علامات عامة. يعني مثلا بالدراسات العلمية بتخبرنا الدكتور رونير بال 2012 قال الأفضل دراسة أكثر من مادة بيوم واحد، خطوط عامة جيدة. أما أجي حط من الساعة كذا للساعة كذا أبدا. ليش؟ لأنه المخ حيعرف حاله الساعة 10 بدي أقوم، فباللا شعور بيشرد. لذلك دائما النصيحة الأولى تفكر بالنوعية لا بالكم. شوفوا نحن وقت نصلي ما بنقول نويت أن أصلي 5 دقائق لله تعالى، وإنما بتحدد مثلا 4 ركع ركعتين، بتحدد المضمون. هذا الشيء اللي بيخلي عقلك يعمل. وبعدين البرنامج المثالي لن يكون مثاليا إلا إذا أنت بعد ما حطيت خطوط عامة بلشت تعدل وتغير وتحط. المهم فكر بالمضمون، ونصيحتي تدرس كل يوم بيوم ودروس، وصوت الأستاذ لسه بإذنك. لا تترك القصة أرقام وحبر على ورق وتنشغل وتضيع ساعات أنت وعم تكتب برنامج أكثر ما تدرس. بالتوفيق.